انت ممكن تتقبل فكرة ان انت يكون عمرك 30 40 سنة، بس انت عند ربنا عز وجل والعمر اللي قدمته لله عز وجل ما يجيش سنة ولا اتنين؟ فكرة مرعبة والله، مرعبة. وطفل عنده 10 سنين اللي قدمه لله عز وجل يساوي اضعاف اضعاف عمره. يعني هو اللي اصلا اللي انا مش متصوره ان العمر ما بيتقاسش بالبطاقة. يعني انا مولود مثلا 20/9 2007، 21/9/2007، يبقى انا كده عمري 18 سنة مثلا يعني. لا، ما بتتقاس كده. امال بتتقاس ازاي؟ تعالوا نشوف العمر بيتقاس ازاي عند ربنا عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمر عبارة عن حياة كاملة انت بتعيشها. سبحان الله، العمر حياة. ماشي ماشي. الحياة دهيت او العمر دوت بيتقاس ازاي؟ بيتقاس بميزانين. ميزان اللي موجود في البطاقة معاك، وميزان تاني يقاس عند الله عز وجل. الميزان الاول، انا اتولدت يوم 21/9/2007، وعمري دلوقتي يعني 18 سنة مثلا. ده الميزان الاول واللي كله بيتقاس عليه، واللي 90% او 95% من الناس، والله ممكن 99% من الناس اصلا بيقدروا بهذا العمر. العمر دهوت بقى اللي قليل قوي 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 لما يعرفه. ازاي ده؟ انت راجل او ست عندك 50 او 60 سنة مثلا، بس انت ما كنتش بتصلي، ما كنتش بتصوم، ما كنتش بتعمل طاعات خالص. قربت تلتزم مثلا بقالك فترة صغيرة. انت عارف عمرك كام سنة دلوقتي؟ ما تقوليش 60 سنة بقى، ما انت فهمت الميزانية. عمرك كام سنة دلوقتي بقى؟ انت تقدر تحدد عمرك. ممكن طفل عنده 10 سنين، يعني والده ووالدته اهتموا بيه، حفظوه القرآن. شوف ده عنده كام سنة ده بقى؟ هو عنده 10 سنين بس عنده كام سنة؟ فهمت المقياس ماشي ازاي؟ طب انت عارف ليه الوقت ده بيضيع؟ انت عارف ليه واحد عنده 50 سنة عمره ما يساويش سنة او سنتين؟ عارف ليه؟ عشان الفراغ. لا، اسمه ايه؟ الفراغ. واحد مسلم واحد مسلم ما عندوش فراغ اصلا. المسلم او المسلمة ما عندهمش فراغ اصلا. طيب زي ده؟ مش ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال الله عز وجل مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني ما قالوش فإذا فرغت فارتاح مثلا ولا ريح لك شوية. لا 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 لا، تفكير المسلم لازم يكون أبعد من كده بكتير. الفراغ ده أقسم بالله العظيم قاتل قاتل محترف كمان. بيستخدموا الشيطان علشان يوقع المسلم على جدور رقبته. لان انت لو انت قاعد فاضي مراكش حاجه، دماغك فاضيه، راجل فاضي او ست فاضيه، هتقعد تفكر. هتصدق ده؟ شوف اللي كان ماشي النهارده ده، شوف كان لابس ايه. ده ايه ده؟ في واحد يلبس كده؟ وشوف كان بيكلم ازاي. ما ايه الكلام ده؟ حد يقول الكلام ده؟ وتقعد تجيب سيره الناس بقى، والغيبه والنميمه وسوء الظن بالناس، وده عاقبته شديده جدا. سوء الظن بالناس ده هيودي في داهية، والله الفراغ اقسم بالله يودي في داهية، يخرب بيوت. طب ازاي تستغل الوقت ده؟ بسيطة جدا، بسيطة قوي. اقل حاجة ممكن تعملها ان انت تذكر الله عز وجل، تستغفر، تسبح، تحمد الله عز وجل كده. او تحفظ القرآن لو ما كنتش حافظ. لو انت حافظه ابدأ اتعلمه بقى اكتر يعني، وتفسير وتجويد وكده وما الى ذلك، حتى يهديك الله عز وجل. ممكن ربنا يهديك لحاجة اصلا سبحان الله ممكن مفيش ولا واحد في العلماء وصل لها. والله عادي. ما هو العالم اللي وصل ده او العالم اللي قال حاجة في القرآن تحس ان هو يعني ايه، استنبط معنى جديد في آية مثلا، طلع منها معنى كده. طلعه ازاي؟ ما هو قعد تفكر في الآية لحد ما دماغه ربنا عز وجل هداه لمعنى في الآية. فانت ممكن اصلا تقعد تتفكر في آية تطلع فيها معنى
مش موجود اصلا، محدش يعني من العلماء قالوا، بس يكون معنى سوي، معنى مضبوط يعني، ماشي، ما تفتحش قوي منك يعني. تمام. او انت تتعلم الحديث، او تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، او تتعلم الشمائل المحمدية. تمام. او انت مثلا تتعلم حاجات في الدنيا، مهارات جديدة ان انت تقدر توصل بها لحاجات اكتر في الدنيا، بنية نفع الاسلام والمسلمين، بنية نفع الاسلام والمسلمين. تمام. اهم حاجة والله النية، بنية نفع الاسلام والمسلمين، وربنا هيهديك ليه. وممكن حاجات كتيرة جدا يعني انا لا احصيها. تمام. واظن يعني انا كده جبت صورة يعني شاملة مختصرة عن وقت الفراغ للمسلم. تمام. ولغير المسلم والله. تمام. فالعمرك الافتراضي دوت مهم تحسب عمرك بيه. يعني ما تقولش انا عندي 20 سنة، لا، انا عندي كام سنة؟ عندي سنة ولا 2 ولا 3؟ انا 20 سنة ديت هم بيقولوا لي انت عندك 20 سنة، سيبك منهم. انت عندك كام سنة بينك وبين نفسك كده، اقعد شوف انت عندك ممكن يكون عندك كام سنة مثلا. تمام. فهو الموضوع العمر الافتراضي ده عامل زي ايه؟ زي مثلا واحد زي حالاتي كده لسه طالع من ثانوية عامة، واسأل الله ان يبشر بنتيجة كويسة يعني ان شاء الله. انا بقالي مثلا 11 شهر في ثانوية عامة، بقالي 11 شهر بذاكر. في واحد هيجي يقول لي انت كذاب. يا عم لا يا عم، انا بقالي 11 شهر في ثانوية عامة، انا بقالي 11 شهر بذاكر، انت ما تعرفش ولا ايه؟ هيقول لي انت بقالك 11 شهر قاعد على الكتاب ما قمتش، بقالك 11 شهر بتذاكر ما سبتش كتاب مرة. اكيد لا طبعا، مجازا يعني مجازا. مثلا فهتيجي تحسب مثلا بقالي شهرين ذاكرت شهرين 3 4 5 على حسب ما ذاكرت بقى يعني. تمام. فده الوقت اللي انا ذاكرته. فهكذا الانسان في الحياة عمره 60 سنة، بس عمره الحقيقي ما يجيش سنتين 3 او 10 سنين بقى، على حسب هو وميته في السنين اللي فاتت كام سنة. تمام. فده مقياس مهم جدا جدا تقيس بيه عمرك، واوعى تتخلى عنه في يوم. ودايما قيس الوقت الفايت معاك بالنفس، زي ما كان بيفعل السلف الصالح. ليه؟ لان انا لو قلت انا ضيعت يومين، بس لو قلت لك انا ضيعت 48 ساعة تقيلة شوية، بس لو قلت لك انا ضيعت 2880 دقيقة تقيلة قوي، بس لو قلت لك انا ضيعت 172800 ثانية صعبة، رقم يكسر. وشوف بقى الثانية فيها كام نفس، فشوف كام ألف نفس انت ضيعته في يومين، بعد ما كانوا يومين شوف بقوا كام ألف نفس. فكان السلف الصالح بيضيق الدنيا على نفسه قوي عشان يقول لك انا ضيعت النهارده 100 نفس 200 نفس. ليه كده؟ ليه؟ مع ان ال 200 نفس دولت بالنسبه لي ما يجوش 3 4 5 دقايق. تمام. فانت فقيس الوقت الضايع، او قيس الوقت الضايع معاك بالنفس، هتلاقي الدنيا بقت تضيق عليك قوي ان انت ما تضيعش ولا وقت ولا نفس واحد. ولو ضيعت انفاس فانت مثلا بالمقياس بتاع انت ضيعت 3 4 دقايق، بس انت بمقياس النفس ضيعت 70 80 نفس. تمام. فده مقياس مهم لازم تقيس عمرك بيه، ولازم تقيس الوقت الضايع بيه. تمام. فدي كده الصورة يعني شاملة مختصرة عن الفراغ. طبعا انا ما قلتش كل حاجة لان لا يسع الوقت ان انا اقول كل حاجة، بس انت روح دور بقى وشوف تقدر تستفيد من الوقت ده في ايه. شوف اضرار الوقت اكتر، الوقت الضايع اضرار الوقت الضايع اكتر، علشان انت ما تضيعش اوقات بعد كده، علشان انت تيجي في اخر عمرك ان شاء الله ان احيانا الله عن العمر الطويل وعمل صالح باذن الله، تحس ان انت فعلا عندك 60 سنة، بس انت عند ربنا عز وجل عندك 70 80 سنة. تمام. فكده تقريبا يعني ان شاء الله هكون ضفت لك حاجه جديده في الفيديو. ولو انت حسيت ان في طريقه مش كويسه في الالقاء وتقدر تفيدني بيها ان انا اطور من نفسي، او يعني عندك موضوعات جديده ان انا ممكن اتكلم عنها في الفيديوهات الجايه، ما تبخلش علينا في التعليقات. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش بس الفيديو قطع فايه كسلت تصوره تانية. السلام عليكم.